صباح الفل. أنا يمكن النهاردة معايا صديقي أمين صندوق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الأستاذ الشاعر الكبير جابر بسيوني، وهو رفيقي في مواقع كتيرة جدا، فأنا عايزه يبقى رفيقي في الحلقة الصغيرة دي. أنا بتكلم فيها عن أغنية كتبها بهاء الدين محمد ولحنها حسن أبو السعود. أصعب حب لما تلاقي اللي انت تحبه ما بيحبكش، وما تحس مهما عيونك تنطق قلبه ما بيحسكش، تبدأ تضعف، يمكن يعطف، تبدأ توهب، يبدأ يخطف، فجأة تحس ان اللي انت وقعت في حبه ما يستاهلكش. أقوى عذاب لما دموعك تنزل منك قدام عينه ما يشوفهاش. أقوى عذاب كل ما تيجي تقول له بحبك يسكت قلبك ما يقولهاش، ولأنك عايش وحدك متغرب جوه حكاية، تايه مجروح مش عارف، خايف من أي نهاية. تبدأ تضعف، يمكن يعطف، تبدأ توهب، يبدأ يخطف، فجأة تحس إن اللي انت وقعت في حبه ما يستاهلكش. أولا بهاء الدين محمد يعتبر من الشعراء المصريين الكبار اللي يتحطم في صفوف الكبار، مع انه هو مش مجايل لا مأمون الشناوي ولا رامي ولا مرسي جميل عزيز ولا لكنه هو عنده أغاني ولغة خطاب تمشي كتف في كتف معاهم. طبعا يا بهاء انت حبيبي، بس في حاجات بقى تانية تجارية دي يعني كانت بعافية شوية، لكن انت شاعر كبير، والأغنية ديت أغنية من الأغاني اللي تتكتب في تاريخ مصر الغنائي. وأنا يعني بحاول بس ان انا يعني في حضرة الشاعر الكبير جابر بسيوني ان انا بس يعني اصب عليه بالايقونة ديت بتاعت اصعب حب. وصباح الفل.